قال لي هتقولي بقول لك ايه، انا هخلعك، لازم تبقى فاهم النقطه دي، انت هنا عايش في شقتي. ازيكم؟ انا متجوز بقالي 10 سنين. كان بيحصل مشاكل على طول بيني انا ومراتي لحد الموضوع ما اتطور ودخل في محكمه. المحكمه حكمت بطلاق، ولكن الناس اتدخلت في الموضوع وقدرنا نعمل صلح بينا وبين بعض، عشان خاطر كل واحد مننا المفروض ان هو عارف غلطه وهيتغير. اعتقدت ان هي اتغيرت وبقت تمام، واول ما رجعنا لبعض لقيتها انسانة اسوأ من الاول. اكتشفت مع المشاكل اللي كانت بتحصل في الفترة دي ان اختها بعت لها الشقة، وده لان انا كنت مشتري منها الشقة، بس كان في جزء لسه ما خلصتوش فما كانش في عقد نهائي. في الفترة اللي احنا كنا في المشاكل فيها دي في المحكمة، اختها كتبتها لها ليها هي وخدتها باسمها. قلت يا واد مش مشكلة عشان خاطر العيال، وكده كده احنا بنعمل كل ده عشان خاطر العيال. الموضوع ما وقفش لحد هنا. لقيتها في مرة من المرات بتخانق معاها وحصل شوية تأثير أو أي حاجة، عليها تقولي بقولك إيه، أنا هخلعك، لازم تبقى فاهم النقطة دي، أنت هنا عايش في شقتي. طبعا اتضايقت منها وكنت بفوت برضو عشان خاطر الأولاد، لحد في مرة ما اتهمتني بموبايل قديم في مرة إن أنا سرقته، لحد ما لقيته. بعد كده اتهمتني تاني فيه، قلت لا ده ما ينفعش بقى العيشة كده بقى، خلاص أنا طهقت بقى. رحت واخد شنطتي ورايح أجرت شقة وقعدت لوحدي واتعزلت عن كل الناس، ولا أعرف حاجة عن أهلي ولا عن أهلها ولا عن الولاد. حتى الشغل اللي كنت بروحه جات لي وفضحتني فيه وبهدلت الدنيا وسبته. فأنا مش عارف الصراحة هعمل ايه في المشكلة اللي انا فيها دي، الصراحة مش لاقي لها حل، فما لقيتش غير ان انا ابعتلك على لينك الصراحة عشان خاطر تفيدني. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تشير الفيديو وتقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. طيب هقول لك انا رأيي بقى، يعني انا هكلمك بصراحة، عايز تزعل ازعل براحتك. انا شايف ان تقريبا كده شخصيتك انت، كل اللي بيحصل لك ده سببها في شخصيتك. شخصيتك ضعيفة جدا ومتفاوت لأبعد الحدود. الواحد ممكن يماين في حاجة أو يعدي في حاجة، بس بتبقى حاجة بسيطة ما تجيش على حساب كرامتك أو على حساب حاجة تانية بيبقى ليها تتبعات. ولكن أنت يعني أنا شايف إن الموضوع لما بيوصل لمحكمة استحالة إن اتنين متجوزين يرجعوا أحسن من الأول، بالعكس ده بيبقوا أسوأ مما كانوا عليه، فده كان طبيعي جدا. ولكن بالنسبة لموضوع حقك والشقة والفلوس، أنت المفروض انت ما ذكرتش اسم اي حد، ولا اب ولا اخ ولا خال ولا عم كبير. فمن الواضح كده ان مفيش كبير في الموضوع، فاللي مالوش كبير بيشتروا له كبير. وتقريبا كده انت لازم تغير شخصيتك عشان خاطر تقدر تكمل حياتك، لان اللي انت فيه ده خطر.